انتوا عارفين اننا ملبسين الشيطان مشاكل كتيرة قوي هي اصلا مش بتاعته، وان هو طلع غلبان جدا جنب حديث النفس اللي بتأمرنا بالسوء او اللي بتدينا افكار معينة تخلينا نعمل حاجات معينة. هو جنبها بقى غلبان جدا. في الفيديو ده احنا هنعرف الفرق بين حديث الشيطان والفرق بين حديث النفس، وازاي ان احنا نتصرف ونتعامل مع نفسنا عشان نحمي نفسنا ونقي نفسنا من حديث النفس السلبي. تعالوا كده واحدة واحدة نبدأ مع بعض. ايه هو حديث الشيطان اصلا؟ حديث الشيطان ان هو الوسوسة الشيطان، الوسوسة اللي بيوسوسها لينا الشيطان، هو مثلا ان احنا نعمل حاجات غلط او ان احنا نعمل معاصي او كده. ولكن اول ميزة في الشيطان ايه هي بقى؟ ان هو معروف ان ده عدو. وعلى فكرة معرفة ووضوح العدو دي بحاجة بتسهل قوي وبتضعف جدا العدو اللي قدامنا، انما الخفي هو اللي بيبقى صعب قوي. انما العدو الواضح ده سهل جدا، هو احنا ربنا قايل لنا عدو مبين، فاحنا عارفين ان الشيطان ده عدو لينا. دي اول حاجة، هو واضح وباين قدامنا جدا ان ده الشيطان وان هو عدو. هنعرف دلوقتي ازاي، يعني نعرف دلوقتي الفرق بينه وبين النفس، فاعرف لما يجي حديث الشيطان ووسوسة الشيطان تجيلي ان انا اصرفها على طول بايه بقى. ربنا سهل علينا الدنيا خالص وقال لنا ان احنا بس نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذا هو باين ومعروف وسوسته لما بتجيلنا باي حاجة نعملها غلط، اي حاجة تجيلي اعملها غلط، اعرف على طول ان هي من وسوسة الشيطان واقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح، وإن أنا أصرفه واضح برضو جدا. فإذا هو عدو سهل، عدو معروف وضعيف جدا، وهيهرب بمجرد ما أنا ما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب هدف الشيطان أصلا إيه؟ ايه هو هدفه؟ هدفه اول حاجة ان هو يخلينا نغلط وخلاص، نعمل اي معاصي وخلاص. هو مش عايز مثلا غلطة معينة او معصية معينة، لا هو عايزك تغلط وخلاص. فلو انت استعذت هيمشي، ولكن هيرجع تاني بحاجة تانية، ويفضل يدخل لك من 100,000 طريق، ويفضل يوسوس لك في 100,000 حاجة. ففي كل مرة هيدخل لك فيها هتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهو مش فارق معاه المعصية، مش فارق معاه الغلط، مش فارق معاه اي حاجة. المهم ان انت تغلط، والمهم ان انت تاخد سيئات، والمهم ان انت تبقى انسان وحش وخلاص، ده هو كده كسب. دي اول هدف للشيطان. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا عنه ايه في سورة البقرة آية 168؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ربنا قال لنا ما تتبعوش خطوات الشيطان. وكلمة خطوات هنا معناها ان هي حاجة فيها حركة، يعني شفتها في المعجم ان هي فيها حركة، وفيها كمان اتباع ما بين من حاجة لحاجة، بنقل من مرحلة لمرحلة، من حاجة لحاجة. فدي الحاجة اللي احنا بنعملها على طول، ان احنا يا اما بنتبع الشيطان في الخطوات بتاعته. وفي الخطوات ان احنا بنبدأ مثلا معصية صغننة نعملها، وبعدين واحدة تاني صغيرة، وبعدين واحدة تاني صغيرة. فالمعاصي هنا بتبقى بمثابة ايه بقى؟ اللي الشيطان خلانا نعمل ايه لما نتبع الخطوات بتاعته؟ ان احنا هو وكأنه كده واقف ايه وقص الشريط بتاع افتتاح مشروع انسان سيء في حاجة معينة. هو قص شريط الافتتاح، وبعدين بعد ما انت ما اتعودت بقى على الحاجة الغلط اللي انت بتعملها دي واتبعت الخطوات بتاعته، فبالتالي النتيجة هتكون ايه؟ ان نفسك بقى هي اللي هتبقى هتتولاك بقى. واول ما نفسك ما تتولاك الشيطان هيسيبك على طول. خلاص هو جاب لك اللي اقوى منه بكتير، واللي مش هتقدر تصرفه بسهولة. يعني ممكن تصرفه طبعا ولكن بصعوبة جدا، مش زيه عذرا مش الترجيم خلاص مشي، لا، نفسك اعدالك. فهو هدفه ان هو يوقعك في الغلط. مش شرط اي غلط ايا كان، بس هو هدفه انه يوقعك للغلط، فيفضل يدخل لك من كذا سكه لحد ما يمسكك في سكه معينه. فاحنا نخلي بالنا حتى لو غلطت ما افضلش مكمل في الخطوات اللي انا غلطت فيها دي، ما افضلش مصر على المعصيه اللي انا غلطت فيها دي، لا ارجع بقى واتوب بقى واشوف انا لو خلت حق حد، لو غلطت في حد، لو قلت كلمه وحشه لحد، سواء لو غلطت في حق غيري او غلطت في حق نفسي، ان انا مثلا اذيت نفسي بحاجات معينه عملتها مع نفسي، او ان انا عملت معاصي. على فكره دايما بلاحظ في القران الكريم ان لما بيجي حد يعمل معصيه ربنا بيقرنها بكلمه ظلموا انفسهم. ففعلا لما نيجي نتدبر في الكلمه نلاقي ان احنا المعاصي اللي احنا بنعملها بتبقى ظلم لنفسنا، ظلم مننا لنفسنا. فنرجع ونتوب عن الخطوات اللي احنا عملناها دي عشان الخطوات ما تكبرش
وما تزيدش معانا، وتبقى بقى ايه الشيطان ساعتها هيسيبنا ونفسنا هي اللي هتشتغل وهي اللي هتتولانا. فنخلي بالنا جدا ونعرف ان ربنا قال لنا ايه، الشيطان يعدكم الفقر، بس ربنا بقى بيوعدكم ايه، مغفرة منه ورحمة. ربنا بيوعدكم مغفرة، فيعني مش محتاجة حتى ان احنا نقول العاقل هيختار ايه. الشخص العاقل مش الشخص الحكيم، حتى الشخص اللي عنده عقل بيقول لك حد يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر، هتمشي وراه بؤس، حياتك هتبقى بؤس. هتتبع ربنا وهتمشي ورا اللي ربنا قال لنا عليه وتحفظ نفسك وتقي نفسك، ساعتها ربنا هيبقى بيقول لك يعدكم ايه، مغفرة منه وفضلا. طب احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ فده كان الشيطان. تعالوا بقى نروح للحاجة التانية اللي أصعب، وهي حديث النفس السلبي. حديث النفس السلبي اللي بيقول لنا، اللي بيوزنا على حاجات ايه غلط نعملها، سواء في نفسنا أو في الناس اللي حوالينا. أول حاجة مخلياه يبقى صعب إن هو خفي، ان النفس بتاعتك العدو مش واضح، هو خفي. ليه بقى خفي؟ لانه بيجيلنا الحديث، بيجيلنا في صورة افكار، والافكار دي هي زي ما تقولوا كده هي السطح بتاع السطح بتاع تفكيرنا، هي الافكار. انما تحت الافكار بقى في حاجات كتير قوي 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 توصلنا للمعتقدات. فاحنا المعتقدات دي مش سهل ان احنا نوصل لها، ممكن نوصل لها برضو بتكنيكات وبحاجات، او باستعانة طبيب نفسي او متخصص او معالج، او بان احنا نفكر نعلم نمرن نفسنا اكتر. ولكن هي مش هوصل للمعتقد كده وانا قاعد بسهولة، لا، الموضوع محتاج تعب. اذا فهي خفية، الافكار خفية، انا مش عارف مصدر الفكرة ده جايلي منين. فدي اول حاجة مصعبة علينا حديث النفس السلبي. تاني حاجة هي نفسك بقى، نفسك عارفاك وحافظاك وعجناك وخبزاك مهم يعني كويس جدا، فهي عارفة مداخلك، انت عارف مداخل نفسك. تخيل لما انت تغري نفسك، فالموضوع هيبقى صعب عليك قد ايه. فهي دي تاني حاجة مصعبة قوي، انها نفسك وعارفاك كويس جدا. تالت حاجة مخليها صعبة قوي هي ايه، ان هي مصرة في المعصية. وده بقى الفرق ما بين حديث النفس وحديث الشيطان. انا دلوقتي لو جالي نفسي وزتني على حاجة غلط ان انا اعملها، قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقيت الوسوسة او الزن ده خلص، ساعتها اعرف ان هو كان من الشيطان. انما لو انا استعذت بالله من الشيطان الرجيم ولسه الفكرة شغالة معايا، ولسه الفكرة بتزن عليا وبتلح عليا، اذا هي ملهاش علاقة بالشيطان، هي ليها علاقة بحديثي السلبي الداخلي. تعالوا كده اقول لكم مثل عشان نفرق ما بين دي وما بين دي، في حاجات حصلت معايا انا. مثلا انا في صلاة الفجر بتبقى من اوقات من الصلوات الصعبة، ممكن تكون عليا وعلى ناس كتير، لان احنا بنبقى نايمين واحنا كمان داخلين على شتاء، فالجو هيبقى برد. فاقعد مثلا في بعض الايام يجيلي بقى ايه، الشيطان يقول لي، او تجيلي بقى نفسي تقول لي، انا بقى نقول هي الشيطان ولا نفس، تيجي تقول لي ايه، خلاص بقى طب 10 دقايق كمان، طب ربع ساعة كمان، اصل الجو برد قوي، طب ما انا هلحق اقوم، ما انا هلحق، طب انا لما اقوم هبقى اعمل مثلا مش عارف ايه، طب واقعد ابرر لنفسي لحد ما الاقي نفسي رحت في النوم. لو انا استسلمت يعني الاقي نفسي ما اقعد افكر كده، خلاص ما انا اصلا نايمه، فبروح في النوم فلاقي الصلاه فاتتني. او مره تانية اروح قايله ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واروح قايمه على طول من على السرير ومصليه الفجر. يبقى ساعتها دي كانت وسوسه شيطان مش وسوسه نفس، لان انا لما استعذت بالله من الشيطان الرجيم قمت وصليت. فدي كانت وسوسة الشيطان، اعرفها ان انا لما اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص هي مشيت وراحت. وسوسة النفس بقى موقف حصل معايا برضو، ان ماما وانا بشتغل بكتب، ماما كلمتني قالت لي وحشتيني قوي يا هاجر وانا عايزة اشوفك وكده. فانا قفلت معاها، ابتدى بقى نفسي تقول لي ايه، صوتين، طب اروح، لا لا انا مش هينفع اروح، انا ورايا حاجات ان انا اعملها، وانا بقى من الاشخاص اللي بتحب الانجاز بطريقه رهيبه، لازم انجز، فانا ورايا كذا حاجه اعملها، ولو ما عملتهاش مش هنجز، ولو ما انجزتش هتضايق، فحلقه كده طويله قوي. فقعدت بقى ايه، طب اخلص اللي ورايا وبعدين ابقى اشوف لو فضيت اروح لها بالليل، طب انا ممكن اعمل مش عارف ايه، طب لقيت نفسي ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لسه الافكار شغاله. قلت لا لا، هنا بقى جه حته تهذيب النفس، وده اللي هنتكلم عليه في بقيه الفيديو. قلت لا، قومي البسي يا هاجر وروحي لها.
وفعلا قمت لبست ورحت لها. وكمان الحمد لله رب العالمين ربنا انعم عليا ان انا احسنت، كمان عملت لها كوكيز سخنه وخدتها معايا ووديتها لها، قلت لها جبت لك الكوكيز دي يا ماما، وكنت مبسوطه جدا وانا قاعده معاها. ولكن طول الطريق وانا عماله انب نفسي، مش كان زمانك دلوقتي عملتي كذا، اروح قايله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مع انه مش شيطان بس انا يعني بستعيذ بالله برضو، اللي هو يا رب ساعدني، يا رب يا رب ساعدني، يا رب قويني على نفسي يا رب. ففعلا لان دي كانت حاجه انا كان ورايا شغل مهم ان انا اعمله، فانا سبت الشغل المهم ورحت لماما. وهنا بقى اختيار، هذبت نفسي ان انا اعمل الصح. الباقي صلة الرحم دي من الاساسيات اللي المفروض ان احنا نعملها في حياتنا، وهي اهم من الشغل. صلة الرحم وخاطر امي اهم من الشغل. فانا لو قعدت وكملت الشغل وحسيت بالانجاز في ساعتها، انا عارفه انا كهاجر ضميري ما كانش هيرتاح ابدا، وكنت هفضل زعلانه واروح بقى اعوض ماما يوم تاني واعمل مش عارف ايه. ولكن انا عملت الصح ساعتها، ان ربنا الهمني وساعدني وقواني على نفسي ان انا اهذبها، وان انا اسيب الشغل اللي ورايا وما اعملهوش، وانزل واروح لها، بل واحسن واخد لها، اعمل لها كوكيز كمان اخدها لها معايا. فاذا محتاجين ان احنا نهذب نفسنا لما نلاقي الفكرة بتلح علينا، لان دي كده هتبقى مننا احنا مش من الشيطان. طيب نعمل ازاي ده او نهذب نفسنا ازاي؟ ده بقى اللي احنا هنقوله فيه 5 نقاط. اول حاجة ان انا زي ما عملت بقى في الموقف ان انا قلت لكم، قول لنفسك لا. لا ما ينفعش قومي سيبي الشغل وقومي، لا مش هينفع. لما تلاقي نفسك عايز تقول لحد كلمة تجرحه، لا مش هتقول الكلام ده لان اللي قدامك هيتأذي، لا فكر مرة تاني ممكن تقول توصل وجهة نظرك ازاي، فكر تاني ازاي تحافظ على حدودك، ولكن ما تجرحش اللي قدامك بكلامك. فتقول لنفسك لا، لا ترجعها عن الحاجة اللي هي عايزة تعملها. تاني حاجة، ودي بصراحة بشوفها قوة جدا، اللي هي ان انت تقول لنفسك لا. بشوف الشخص القوي هو اللي بيقدر يقول لنفسه لا. تاني حاجة هي كثرة ذكر الله. دايما دايما قلبك يبقى مرتبط بذكر ربنا، ولسانك مرتبط بذكر ربنا، عشان تقوي نفسك على نفسك. يعني تقوي نفسك الحلوة او تقوي صوت عقلان على نفسك اللي هي اللي بتوزك على السوء، او المعتقد اللي جواك اللي عمال يطلع لك افكار وحشة. فان انت تقوي نفسك وتشجع نفسك عليه بذكر الله. وعلى فكره ذكر الله هنا ليها علاقه بقى بالمديتيشن. ان هم بيقعدوا يقولوا ايه في المديتيشن؟ ان انت تقعد وتركز وتتنفس كويس وتركز في كلام معين وانت بتقوله، وتبقى حاضر. الحضور بيساعدك ان انت تاخد قرارات احسن، الحضور بيساعدك و طب ما انا ابقى حاضر في ذكر الله، بدل لما ابقى حاضر وانا مثلا بتدبر في حاجه معينه زي اللي هي التمارين بتاع الحضور اللي هم الغرب بيقولوا لنا عليها. لا، ما انا بدل ما اتدبر في ده اتدبر في كلام ربنا، اتدبر في خلق الله، في السماء، في الارض، في السحاب، في اي حاجه. افلا يتفكرون؟ فان انا استغل ده بان انا اقوي نفسي واقوي صوت عقلان جوايا على صوت الحديث السلبي اللي عايز ياخدني للغلط ويخليني اتبع خطوات نفسي الغلط، اللي هتخليني اعمل حاجات ممكن اندم عليها بعد كده لو انا لسه النفس اللوامه صاحيه جوايا، وممكن مع الوقت اتحول وابقى انا اصلا نفس اماره بالسوء. وربنا يعيذني ويعيذكم منها يا رب باذن الله. تالت حاجه بقى هي ايه؟ ودي مهمه قوي، ان انا ما سيبش نفسي لخيالي يسوحني. في دراسة اتعملت في جامعة هارفارد عن ان الانسان لما بيتعرض لخيال، لما بيتخيل حاجات معينة، انت جسمك ورد فعل جسمك ومشاعرك تجاه الحاجة دي، وان انت بقى بتشحن نفسك تجاه الحاجة دي، هو اصلا جسمك مش بيعرف يفرق اذا كان ده خيال ولا حصل في الحقيقة بجد. خلونا كده نقول مثلا على فيلم، لو حد اتفرج على فيلم ومرتبط مثلا بالبطل بتاع الفيلم ده، وفي اخر الفيلم البطل مات، بنلاقي نفسنا عيطنا وانهارنا وتشحتفنا من كتر العياط، مع ان ده لو سألتك هو البطل مات بجد؟ لا، هو بعد ما خلص سقفوا له وقالوا له برافو المشهد حلو جدا. طب انت بتعيط ليه؟ لا ما هو اصلا انا اتأثرت. ايوه، ما هو ده بقى اللي بيحصل، ان احنا بنتأثر جدا ومشاعرنا بتتأثر جدا وبتتشحن لو احنا قعدنا تخيلنا. فنحط بقى على الحاجة دي في ايه؟ اول حاجة ان انا ما اقعدش اتخيل حوارات سلبية بعد مواقف حصلت ما بيني وما بين ناس معينة. يعني بتكلم مع صاحبتي، بعد ما خلصنا المكالمة بقى ايه، افكر وافكر واتخيل واعمل وصعد الموضوع جوايا، فتشحن جامد قوي قوي قوي. فلما تيجي تكلمني ارد بطريقة وحشة.
لما تيجي مش هبعت لها مسج، مش عارف ايه، اتصرف على اساس كل الطاقة السلبية اللي انا شحنتها جوايا، مع ان الحقيقة كانت بسيطة جدا وما تستاهلش كل السلب اللي انا شحنت نفسي بيه ده. دي اول حاجة. تاني حاجة برضو ما تخيلش حاجات حلوة قوي بزيادة عشان لما يجي الواقع يحصل اتصدم. عارفين انا لسه من قريب قوي كنت بدور على ابلكيشن كده على حاجة مغذية مفيدة، انا كنت عند ماما وعايزة اطلب اكل، فمش عايزه بقى اطلب جانك فود وكده. وانا بقلب لقيت كده مطعم بتاع حاجات كيتو، فقلت ايه ده، الله، طب لما اجرب. وانا برضو بقلب جوه في المطعم لقيت صورة ساندويتش طعمية، وانا بحب الطعمية جدا. فلقيت صورة الساندويتش كانت تحفة، حاطين بقى جرجير والعيش كده الفينو شكله حلو قوي، وكله بقى كيتو وكله حاجات مغذية ومش هتضر جسمي. فقلت ايه ده، الله، طب انا هطلبه. طلبته وعماله بقى اتخيل بقى، انا اصلا بحب الطعميه، فانا اصلا بعملها في البيت، لما بعملها بتبقى مقرمشه كده وتحفه، او حتى لما بجيبها من بره بتبقى كرانشي كده وتقطمها بتبقى حلوه ومش وشكل الطعميه كده، وعماله اتخيلها بقى. بابا دايما كان زمان واحنا صغيرين يقول لنا طعميه في عيش فينو سخن، فاللي هو عارفين حاجه كده اللي هو حلوه قوي، فانا مبسوطه ان انا هاكلها، ومبسوطه اكتر انها مش هتاذيني بقى، مش هتخني بقى او هتضرني او كده. فاول ما الاكل وصل، يعني مستنيه بقى سندوتش الطعميه، ففتحت لقيت العلبه بتاع الساندوتش شكلها حلو قوي، والصوره بتاع الساندوتش مرسوم كده تحفه زي الصوره اللي انا شفتها. والصدمه بقى بعد ما تخيلت بقى وعشمت نفسي، فتحت لقيت ايه، لقيت العيش ناشف ومش حلو خالص خالص. بفتح لقيته اصلا ساده من جوه، مفيش اي حاجه مع الطعميه. ده غير ان العيش ناشف وما يتاكلش اصلا. الطعميه من جوه، عارفين شكل الطعميه لما تبقى دايره ومستويه قوي بزياده، يعني متناسقه بزياده، تحسها ايه ده، دي مش طعميه، دي حاجه تانية. وكمان بارده وطعمها وحش، مش حلوه خالص. في حاجات كيتو بتتعمل حلوه جدا، انا مش ضد الكيتو، في حاجات كيتو بتتعمل حلوه جدا، وانا مش بعمل نظام كيتو ولا حاجه، ولا بدعي لاي حد يعمل اي حاجه، انا بس بقول انا الموقف اللي حصل معايا. فاللي هو ايه، الساندوتش كان صعب وحش جدا، حتى دقت قطمه من الطعميه لقيتها وحشه، سبته اصلا وما اكلتش. فانا هنا بقى بحكي لكم الموقف ده ليه، مش عشان اجوعكم ولا حاجه، بس عشان اقول لكم ان توقعاتي كانت عاليه قوي 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 قوي. فلما جت الحقيقه حصلت، انا كانت يعني التوقعات بتاعتي كده والحقيقه كانت كده، فخلاص ما قدرتش اقبل الحقيقه دي، وسبتها وخلاص وبعدت عنها وما اكلتوش اصلا خالص. ده بقى في موقف تاني، مثلا جوزي في عيد ميلادي، مثلا واحده جوزها في عيد ميلادها تتوقع 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 تتوقع، فلو جه جاب لها حاجه مثلا بسيطه او كده، تروح زعلانه جدا ومتضايقه، مع ان هو عمل، مع ان هو افتكر، مع ان هو جاب، ولكن مش قد توقعاتها، فزعلت جدا. فولا اشحن نفسي بتوقعات، اشحن نفسي بحاجات او خيالات سلبيه تخليني اشحن طاقه اتصرف على اساسها مع حد من صحابي على موقف حصل بسيط فانا ادي رد فعل كبير، او العكس، مفضلش ابني توقعاتي وارسم احلام ورديه كبيره قوي، فلما الواقع يحصل ويكون اقل ويكون حلو برضو، ولكن انا ما اقبلوش لان انا رسمت خيالات كتيره جوايا. فبلاش الخيال خالص، اسيب نفسي للخيال عشان ممكن يأذيني. رابع حاجة بقى هي ايه، ان انا اشغل نفسي، لان نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فاشغل نفسي، اعمل روتين مهم لنفسي كل يوم، اعمل عادات حلوة صحية لنفسي، اعملها بصفة مستمرة دايما، وانا ممكن ان شاء الله ابقى اعمل لكم فيديو عن الموضوع ده مخصوص. فان انا اشغل نفسي دايما بالحق، بدل ما انا اسيب نفسي واسيب دماغي تسوحني واسيب افكاري توديني واقعد اعافر في افكاري ويبقى جوايا خناقه، مش قادر ودماغي تسخن. في ناس بتقولها لي انا دماغي سخنت من كتر التفكير، ما عشان انا سايب نفسي للتفكير ده. طب ما ابعد نفسي عن التفكير المؤذي الضار ده، واعمل حاجات نافعه في يومي، واشغل نفسي بحاجات حق وعادات حلوه جدا. حاجه رقم 5 هي ايه، هي فلسفة، والفلسفة دي كانت موجودة في اليونان من القرن الثالث قبل الميلاد، وهي الفلسفة اسمها الفلسفة يعني او التفكير اليوناني الرواقي. اتعملت على يد الفيلسوف اسمه زينون الرواقي. تمام. الفلسفة دي بقى بتقول ايه، بتقول ان السعادة والرضا يمكن تحقيقهم من خلال العيش وفقا
لطبيعة العقل، وإن أنا أعرف إن أنا أضبط نفسي، ضبط النفس. فهو بيقول حاجة عجبتني أوي، السعادة والرضا، إن السعادة بتيجي مع الرضا، الاتنين دول مع بعض، يعني لو اللي يجري ورا السعادة بس هيبقى تعيس، فلازم يبقى الرضا موجود مع السعادة. فالسعادة والرضا أحققهم إزاي، أوصل لهم إزاي؟ من خلال إن أنا أعرف أتعامل مع عقلي، أتعامل مع طبيعة عقلي، لأن العقل ده هو أصلا الحاجة اللي بتديرنا، هو الحاجة اللي بتخلينا نعمل أفعال، هو الحاجة اللي بنفكر بيها. وأنا بقى شايفة من وجهة نظري، وعشان كده أنا بتكلم في كل حاجة ليها علاقة بحديث النفس بس، لأن حديث النفس هو من أساسيات أو الحوار الداخلي هو من أساسيات أصلا تقوية عقلك وصلابة عقلك، فبالتالي بعد كده فعلك. فمحتاجين ان احنا نركز مع حديثنا الداخلي، سواء كان سلبي او انمي حديثي الايجابي عشان اوصل للرضا والسلام الداخلي. وهم كمان قالوا برضه في الفلسفة دي ان العواطف الكتير اللي متلخبطة جوانا، المشاعر اللي متلخبطة جوانا بتعمل حاجات كتير بتبقى مصدرها بيخليها قصدي مصدر للمعاناة. يعني طبيعي لما انا يبقى جوايا لخبطة مشاعر كتير، اكيد انا هبقى بعاني ومش سعيد في حياتي، ومستحيل يكون عندي سلام داخلي. فالسلام الداخلي عشان اوصل له محتاج ان انا اشتغل على عقلي، اشتغل على نفسي من جوه، وحديثي الداخلي حط تحتها مليون الف خط، وان انا اقدر، عشان بالتالي هقدر ان انا اظبط حياتي من بره. انما حياتي من بره لو انا اشتغلت عليها مهما اشتغلت، يعني ممكن يبقى في نتيجة بسيطة، ولكن هترجع برضو كل حاجة تتكرر تاني معايا. انما انا ابدأ من جوه عشان التغيير يصلح، يتصنع قصدي، او يصنع من بره. ف وافكركم برضو بكلمة الرسول عليه الصلاة والسلام ان اعظم الجهاد هو جهاد النفس. فانا ده جهاد حاجة صعبة جدا، وكمان الجهاد نفسه صعب، فما بالك بقى ان الجهاد النفس ده من اصعب الجهاد. فهو حاجة صعبة مش حاجة سهلة ان احنا نعملها، ولكن هي مستاهلة جدا. وخليني برضو افكركم، افكر نفسي بربنا سبحانه وتعالى لما بيقول لنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هتجاهدوا، هتحاولوا، هتعملوا ولو حتى ايه، ربنا هيهديكم للسبيل وللطريق الصح. اتمنى ان الحلقة دي تكون كانت خفيفة على قلبكم وتكون كانت مفيدة. شكرا جدا ان انتوا سمعتوني لحد الاخر، واتمنى ان انتوا تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا الفيديوهات الجاية. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.